دي مش كيكة ولا بسبوسة ولا أي حاجة من الاتنين دول. دي قطمة ناعمة وطرية وبتدوب دوبان مع تشريبة حلوة كده هتديها طراوة وهشاشة محصلتش. أحلى قطمة ممكن تاكلوها، ولا بسبوسة تفشل منكم ولا كيكة تهبط معاكم. الرواني هي الحل السحري لكل الناس اللي بتفشل منه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاول انا عندي 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، عندي نص كوبايه من الزيت ومعلقه كبيره من السمن، عندي كوبايه وربع من دقيق السميد ويكون بتاع الاكياس الجاهز، عندي كوبايه وربع من الحليب وكوبايه وربع من الدقيق ومعاهم معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، عندي كوبايه الا معلقه كبيره من السكر. هبتدي ان انا انزل البيض بتاعي في الطبق وحطيت معاه باكت من الفانيليا الباودر. تقدروا تستعملوا الفانيليا السايله، لكن انا حابه لونها يكون فاتح شويه فحطيت فانيليا باودر. بدات ان انا بايديا كده او بالخلاط، تقدروا تعملوا الخطوات دي في الخلاط عادي، ان انا اضرب البيض مع السكر، وبعد كده هننزل بشكل تدريجي بالزيت والسمنه بتوعنا. عايزه اقول لكم ريحه السمنه يا جماعه بتخليها وهميه، بتبقى حلوه قوي حرفيا، بتبقى خطيره. وبعدين نزلت باللبن وقلبت، وبعد كده هبدا ان انا اقلب بالدقيق. انا ما قطعتش الفيديو عشان تشوفوا قد ايه هي ما بتاخدش وقت وسهل. بمجرد ما الدقيق بتاعي اختفى هنبدا بنفس التقليبه كده. الفيديو بس متسرع شويه، لكن انا مش بقلب بنفس السرعه دي، ايدينا تكون هاديه علشان ما تعضمش معانا والسميد بتاعنا ما ينشفش. احنا يدوب كده بنقلب واحده واحده علشان تختلط بشكل كويس قوي. اول ما السميد بتاعنا بيختفي خلاص الخليط بتاعنا جاهز. في طاجن او بايركس او صينيه المتوفر عندكم، يكون مقاسها واسع شويه لو عايزين ارتفاعها قليل، لو عايزين ارتفاعها عالي فحطوها في صينيه صغيره. هنخبزها في فرن ساخن مسبقا على حراره 180، هتاخد معانا نص ساعه بالظبط. علشان نعمل بقى احلى شويه سيرب او شربات هنحتاج لكوبايه ونص من السكر، ومعاهم معلقه كبيره مليانه على الاخر خالص، يعني ما يعادل تقريبا معلقتين من عسل الجلوكوز، وعندي كوبايه ونص من الميه وهديها عصره نص ليمون. الكلام ده كله هنحسب له اول ما هيغلي، هناخد بالظبط 6 دقايق على النار وهيكون جاهز معانا. بعد ما يخرج ادوله حته زبده بلدي كده علشان تبقى ريحته خطيره. الرواني بتاعتي خرجت من الفرن واللهم بارك واخده لون خطير. اهم تركية علشان تنجحها معاكم ان انتوا ما تسقوش على مرة واحدة. احنا هندي شوية من السيرب بتاعنا وبعدين نستنى زي ما انتوا شايفين كده بتبدأ تشرب، هندي شوية تانيين وهكذا لحد ما نخلص كل الكمية بتاعتنا. وبعدين بقى تقدروا تزينوها بأي حاجة تفضلوها، ولكن عايزة اقول لكم ان جوز الهند معاها بيبقى خطير، فاخترت ان انا اديها شوية كده حلوين قوي من جوز الهند وكم حبة كده من عين الجمل. وعايزة اقول لكم اللهم بارك، ريحتها خطيرة، طرية كده وبتدوب بتتقطع بسهولة، حلوة قوي قوي، ومش هتبطلوا تعملوها من كتر ما هي قد ايه جميلة وسهلة ومش بتاخد وقت. ما تنسوش بقى ان انتوا لو وصلتوا لحد هنا تعملوا لايك وشير للفيديو وتسيبوا لي كومنت لطيف زيكم علشان دعمكم بيفرق كتير. هتمنى تجربوا الوصفة وتقولي لي رأيكم. لايك وشير كتير للفيديو، حلوين، صحة وهنا.